السلام عليكم أعزائي المشاهدين. فضلا وليس أمرا اشتركوا في قناة النجم أبو محمد رفيق وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. محتوى رياضي، انتقاد، مناقشة. أبو محمد رفيق عاشق ميدان الأرض الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على المنتخب اليمني للناشئين، مباراة مع المنتخب الإيراني في ربع النهائي. إذا فاز المنتخب اليمني للناشئين على المنتخب الإيراني بيتصدر إلى نصف النهائي وإلى كأس العالم. إذا ما فاز المنتخب للناشئين بيروح زي ما المنتخب للأولمبي اليمني. وارجو من الاتحاد اليمني الفاشل لا يقوم بتصريحات بيهدي اللاعبين بفلوس أو هدايا إلى فاز على المنتخب الإيراني. إن المنتخب الإيراني قوي نعم، ولكن إن شاء الله بكبرة المدرب الإيراني بنفوز عليه بإذن الله. هذا للاعبين وللمدرب محمد حسن البعداني، لا تغلط يا مدرب. المدرب في آخر مباراة وخسرنا غلط غلطة كبيرة. البديل القوي اللاعب يدخل اللاعب البديل في وقت مبكر علشان يقدر يتحرك اللاعب اليمني، ينزل يلعب يتحرك بدل اللاعب الأساسي. مش في نهائي الشوط الثاني باقي 5 دقائق وينزل اللاعب كم ما جهده يفعل في وقت قصير. إن المنتخب اليمني للناشئين قوي نعم، ولكن هو الأنانية في المنتخب أنانية فيه، والمدرب ينتبه. آخر مباراة هي مع مواجهة المنتخب الإيراني، والمنتخب الإيراني نعم قوي، ولكن أعمار المنتخب الإيراني أعماره كبيرة. لماذا المنتخب اليمني للناشئين يلعب مباراة ورجع إلى الفحص الرنين إنه عمره كبير أو صغير؟ ما لهم ما يفعلوا فحوصات للمنتخبات الباقية مثل المنتخب الإيراني، ما عمره 17 سنة، أكثر من 19 سنة، عمره كبير مثل الشباب اللاعب الإيراني. ولكن أرجو من الاتحاد اليمني الفاشل أن ينتبه للمنتخب اليمني. يا اتحاد اليمني الفاشل، ما شفنا منكم قناة رياضية تبث المباراة، ولا قناة تنتبه للمنتخبات اليمنية أبدا. ما بش قنوات. كل المنتخبات وكل الدول معاهم قنوات، وإحنا لم نجاد قناة واحدة رياضية. هذا اتحاد إنه فاشل. الاتحاد فاشل بنوع الكلمة. يا منتخب اليمني للناشئين، آخر انتوا والأمل، انتوا والسعادة للشعب اليمني، الشعب الذي بيفرحوا إلا الكرة القدم. أرجو منكم أن تدخلوا بالمباراة اللازمة الحاسمة بالفوز، مش بالتعادل أو شيء. شفتوا في المباراة الأولى الأنانية حقكم، شفتوا ما حصلتوا، خسرتوا. حتى الحكم قام ضدكم، ولكن ادخلوا وانتوا متقويين، لا أنانية لا شيء. المدرب محمد حسن البعداني روي الجمهور اليمني وروي الشعب اليمني انك قوي، وانك مدرب بحق الكلمة، انك مدرب. وشوف، والبديل دخله
في وقت مبكر علشان يقدر يتحرك في الملعب، يقدر يسدد، يقدر يلعب. خلاص اللاعب الأساسي ما عاد فيه روح أن يلعب ولا نشاط، غير بديل. إن المنتخب اليمني جاهز بحق الكلمة، وتكلمت أنت، البديل والأساسي كلهم سواء سوي. ولكن إن شاء الله إن المنتخب اليمني بيفوز بإذن الله. إنهم متكبرين المنتخب الإيراني، والمدرب الإيراني دخل بكبر. إن شاء الله أنه يخسر والمنتخب اليمني يفوز، وارجو من الاتحاد اليمني أن ينسحب ويستقل. خلاص مش قام يعلن أنه بايتي مالية وكذا، وعلشان يقولوا إنه في التواصل الاجتماعي. يا اتحاد ما جبتوا لنا قناة رياضية تبث المباراة السعيدة بتعامل وتحاول إن هي بتبث آخر مباراة للمنتخب اليمني للناشئين، وأن أنتوا المتحملين المسؤولية أمام المنتخب اليمني للناشئين. وإن شاء الله أنه بيفوز المنتخب اليمني للناشئين، وإن شاء الله أنه بيفوز ويفوز في نصف النهائي، وإن شاء الله لا كأس العالم بإذن الله. هو المنتخب إن شاء الله الأمل، إن شاء الله أن المنتخب السعادة بإذن الله.